طفل اتولد بلعنة سحرية هتكون سبب في موته أول ما يتم 3 سنين، وبسبب قوة وحش النار الجبارة اللي بيمتلكها وشكله الغريب كل القرويين بيخافوا منه. علشان كده ما كانش ليه صحاب، ودايما كان وحيد لحد ما قابل ولد عنده قوة التحكم في المياه، وهما الاتنين بقوا صحاب، لكنهم ما كانوش يعرفوا إن هما ألد أعداء، ولازم واحد فيهم يخلص على التاني. فلو عاوز تعرف إيه الحكاية تابع معانا الفيديو للنهاية. بس قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك العسل وسبسكرايبك الجامد. أنا زياد ويلا بينا نبدأ. بتبدأ الأحداث في مملكة بعيدة فوق السحاب، وهناك بنعرف إن بعد 1000 عام الطاقات العظمى للعالم العلوي والأرض اتجمعت في لؤلؤة اسمها لؤلؤة الفوضى، وقوة وحش النار بقت بتستمد قوتها من الشمس، وقوة الروح بتستمد قوتها من القمر، وبيمثلوا قوة الخير وقوة الشر. ده غير إنهم عندهم القدرة على امتصاص طاقة أي حاجة بتقرب منهم. وعلشان كده الحكيم الأكبر بعت 2 من أتباعه علشان يسيطروا على اللؤلؤة، وهم تاي وشين، وكل واحد فيهم كان بيحاول يسيطر على لؤلؤة الفوضى، لكن الاتنين بيفشلوا. وهنا الحكيم الأكبر بيتدخل وبيسيطر على لؤلؤة الفوضى، وبيفصل لؤلؤة الروح عن لؤلؤة الوحش، وبيسجنهم جوه سجن من نوع خاص، وبيكلف تاي بحمايتهم، وبيعرفهم إن مفيش أي قوة ممكن تدمر لؤلؤة الوحش. علشان كده ألقى عليها تعويذة هتدمرها بعد 3 سنين من دلوقتي بصواعق من البرق المدمرة، وبينقل لؤلؤة الوحش ولؤلؤة الروح جوه زهرة اللوتس المقدسة، وبيسلمها لتاي وبيطلب منه يحمي زهرة اللوتس المقدسة ويراقب لؤلؤة الوحش لحد ما يشوفها قصاده وهي بتتدمر، ولو نجح في مهمته هتكون مكافأته عظيمة، وبيمنحه رتبة الحياة، وبيعرفه انه اختار الحاكم لي جينج علشان لؤلؤة الروح تتشكل في هيئة ابنه، وبيقول له لما لؤلؤة الروح يتولد اسمه هيكون نيزها. وبعدها الحكيم الأكبر بيختفي، وطبعا الكلام ده ما بيعجبش شين، وبيقرر إن هو ينتقم من تاي بطريقته. وعلى الجهة التانية ين مرات الحاكم لي بتكون في شهرها الأخير في الحمل، وهي والحاكم بيروحوا للمعبد اللي موجود في كهف النور الذهبي على جبل تشيان يوان، وهناك بيتفاجئوا بوصول تاي علشان يحضر ولادة لؤلؤة الروح. وفي نفس اليوم بالليل كل القرويين بيتجمعوا في قصر الحاكم ليه في انتظار الولادة السعيدة. مين بقى اللي بيكون مراقب كل ده عن بعد؟ الساحر شين، وبيلقي تعويذتين على 2 من خدم الحاكم علشان يكونوا تحت سيطرته. في الأثناء دي تاي بيبقى مستني ميعاد ولادة الطفل، وبيكون محضر المتاهة وزهرة اللوتس المقدسة، والمفروض إن قبل ولادة الطفل بثواني بيفتحها بباسورد هو بس اللي عارفه، وساعتها هتنطلق لؤلؤة الروح وهتدخل لجسم الأم، وهتتشكل في هيئة الطفل اللي هيتولد. ولأن شين سيطر على واحد من أتباع الحاكم اسمه تشينج بيقدر إن هو يتحكم فيه، وبيخليه يدي لتاي مشروب مسكر، ولما بيشربه بيبقى في حالة مش طبيعية. وفي العموم الخادم بيحاول يسرق زهرة اللوتس، ولكن بمجرد ما بيلمسها ايده بتتحرق، وفي اللحظة دي بتكون حالة مرات الحاكم صعبة جدا. فالحاكم بيروح يشوف تاي، ولما بيعرف انه شرب كتير بيفضل يضربه في بطنه لحد ما بيفوق. وفي الوقت ده تاي بيفتح زهرة اللوتس ببصمة ايده، وهنا تشينج بيحاول يسرق الآلي، فالحاكم بيشوفه وبيمنعه. في الوقت ده تاي بيشوف تعويذة التحكم متعلقة على لبس تشينج، وفي نفس الوقت ده بتظهر خادمة وبتسرق لؤلؤة الوحش وبترميها على المتاهة. وهنا يا صديقي قوة اللؤلؤة بتتحرر وبتتجه ناحية مرات الحاكم وبتدخل جسمها، والخادمة بتسرق لؤلؤة الروح وبتسلمها لشين، فبياخدها منها وبيختفي. وفي الأثناء دي الطفل بيتولد وبيكون في وشم الوحش على راسه، وبيفتح عينه وبيتحول لكرة نار وبيتدحرج بين القرويين، فبيترعبوا منه. وهنا صديقي تاي بيقدر يمسكه، لكن الطفل بيحرر نفسه وجسمه بيتشكل وبيقدر يقف على رجليه، وبيرمي كرات نار في كل مكان. وهنا الحاكم بيقف في طريق كرات النار وبيدافع عن القرويين. وفي العموم تاي بيحاصر نيزاها بطوق خواكن، والطوق ده هو الشيء الوحيد اللي بيقدر يسيطر على قوى لؤلؤة الوحش. وفعلا نيزاها بيقع على الأرض، فتاي بيستعد علشان يخلص عليه، فالحاكم بيمنعه وبيقول له ده ابني، ما اقدرش اسمح لك تقتله. فتاي بيقول له ده مش ابنك، ده وعقل قوى الوحش، وطوق خواكن هو اللي محجم قواه في الوقت الحالي، لكن لو اتحول لوحش كامل هيدمر القرية كلها. وفي اللحظة دي تاي بيهاجم نيزاها مرة تانية، لكن أمه بتقف في طريقه وبتحمي ابنها. وهنا كبير القرية بيعرف ليه إنهم مش هيسمحوا الوحش يعيش بينهم، فالحاكم ليه بيتكلم مع شعبه وبيعرفهم إن الطفل ده ابنه وإنه مش ممكن يتخلى عنه. هو بيوعدهم إنه هيعلمه وهيربيه كويس ومش هيسمح له يخرج بره القصر،
لكنه بيتصدم لما بيعرف إن الحكيم الأكبر هيقتل نيزها بلعنة صاعقة البرق المدمر زي النهاردة بعد 3 سنين. فليه بيطلب من تاي إنه يروح معاه للحكيم الأكبر علشان يطلب منه يرفع اللعنة عن ابنه. وعلى الجهة التانية شين بينزل لأعماق البحر، وتحديدا لسجن التنين، وبيسلم لملك التنانين لؤلؤة الروح، فبياخدها منه وبيدمجها مع بيضة التنين، فبيخرج منها ابنه أوبنج. وقتها ملك التنانين بيطلب من شين إنه يكون معلم أوبنج، فبيوافق لأنه بيكون طمعان إنه يثبت للحكيم الأكبر إنه أقدر من تاي، وهو اللي يستحق رتبة الحياة مش تاي. وتاني يوم الحاكم ليه بيروح مع تاي لبوابة الفراغ علشان يقابل الحكيم الأكبر، لكن لما بيوصلوا بيقابلوا تشانج حارس البوابة، وبيعرفوا منه إن الحكيم الأكبر في مكان بعيد. ولما ليه بيقول له إنه كان عاوز يقابل الحكيم الأكبر علشان يطلب منه يرفع اللعنة عن ابنه، تشانج بيقول له إن اللعنة دي بالتحديد ما ينفعش الرجوع فيها. وهنا ليه بينهار، فتاي بيقول له إنهم لازم يرجعوا للأرض، لأن اليوم في مملكة الفراغ يساوي سنة في الأرض. في الأثناء دي نيزاها بيكون حاسس بملل لأنه ما بيخرجش من القصر بأوامر من أبوه. ولما أمه بتعرض عليه إن هما يلعبوا مع بعض، الحرس بيطلبوا منها تلبس الدرع الواقي، لكنها بترفض وبتبدأ تلعب مع ابنها بكرة الريشة. لكن نيزاها بيكون قوي جدا، وأمه بتتعرض للإصابة أكتر من مرة، فبتطلب من الحرس يجيبوا لها الدرع الواقي بتاعها ويلعبوا معاهم. وبالرغم من إنهم كلهم كانوا لابسين دروع واقية، إلا إن نيزاها بيلعب معاهم بعنف لدرجة إن السور اللي محوط القصر جزء منه بيتكسر. وفي اللحظة دي واحد من الحرس بيبلغ ين إن في وحوش ظهروا في المستنقع، وبما إنها محاربة وحوش بتقول لابنها إنها مضطرة تسيبه دلوقتي. ولما بتخرج من القصر بتطلب من حرس درع الحماية إنهم ما يتحركوش من مكانهم وما يسمحوش لنزاهة إنه يخرج من القصر، لكن نزاهة بيوقعهم في بعض فبيتخانقوا، وهو بيستغل انشغالهم وبيتخطى جدار الحماية وبيخرج من القصر. وأول ما بيوصل للقرية كل القرويين بيترعبوا وبيستخبوا منه، لكنه بيقدر يوصل لهم وبينزل فيهم ضرب. وفي الأثناء دي مجموعة من أطفال القرية بيخططوا علشان يضربوا نيزاها، فبيلبس قناع واحد فيهم وبيكلم باقي الولاد على إنه صاحبهم، وبيقنعهم إنهم يعملوا أفخاخ لنيزاها علشان يدوله درس وما يفكرش يقرب منهم تاني. لكن اللي بيحصل بعد كده إن هو اللي بينصب لهم أفخاخ وبيوقعهم فيها، وآخرهم بيكون مستنقع الطين. لما بيطلعوا منه واحد منهم بيقول لنيزاها انت وحش. وهنا نيزاها بيتعصب وبيضرب صخرة كبيرة برجله، وقبل ما الولاد يتصابوا تاي بينقذهم وبيبعدهم عن الصخرة. ونيزاها بيرجع تاني للقصر، وابوه بيعاقبه بانه بيحبسه جوه اوضته وبيوقف الحرس على باب الاوضه وبيحوطها بجدار حمايه. وعامه تاي ولي وين بيتكلموا مع بعض عن نهايه نيزاها، ووقتها الام بتنهار وبتطلب من جوزها انهم يتفرغوا لابنهم السنتين اللي فاضلين من عمره. فتاي بيقول لهم ان هو كمان مسؤول عن نيزاها، وان هو عاوز الفتره اللي جايه يكون معلمه ويدربه على تغيير الطبيعه المؤذيه للؤلؤه الوحوش، وبيوعدهم انه هيخليه محارب وحوش شاطر جدا. فطبعا بيوافقوا. وتاني يوم تاي بياخد نيزاها معاه جوه لوحه سحريه وبيتنقلوا لعالم موازي، وهناك تاي بيبدا يوري نيزاها طريقه استخدام فرشه المناظر الطبيعيه اللي بيرسم بيها بحر وغابه وشجر. وبعدها بيقول له انه هيعلمه تعويذه التمويه، او بمعنى اصح تبديل شكله باشكال ناس تانية، وبيعرفه انه اتعلمها بعد التدريب عليها لمده 6 شهور. وبينام وبيسيبه يتدرب على التعويذه. وبعد شويه تاي بيصحى على صوت ين وهي بتساله على ابنها، فبيقول لها انه سابه يتدرب على تعويذه التمويه، فبتشاور له على البحيره وبتقول له هو اللي هناك ده. فبيروح معاها يدور عليه، فبيتفاجئ انه ميت جوه البحيره، فبيرمي نفسه جواها علشان ينقذه. ولما بيطلعوا بيكتشف ان جثة نيزاها ما هي الا ضفدعة عملاقة، وان نيزاها هو ين. وهنا تاي ما بيبقاش مصدق ان نيزاها قدر يتقن تعويذة التمويه في يوم واحد، لكن بسبب الضفدعة تاي بتجيله حساسية وجسمه كله بيورم، فبيطلب من نيزاها انه يجيب له مضاد الحساسية من جيبه. واول ما نيزاها بيحط ايده في جيب تاي بيشوف رمح النار، فتاي بيحذره من انه يدوس على الزر اللي موجود في الرمح، لكن نيزاها بيدوس عليه من غير تفكير وبيرمي تعويذة النار على تاي، فجزء من جسمه بيولع. وهنا لي وين بيوصلوا ولي بيساعد تاي وبيعتذر له على اللي ابنه عمله. وهنا تاي بيطلب من نيزاها انه يناديله بلقب المعلم علشان يكمل تعليمه قتل الوحوش ونفي الاشرار، فبيقول له انه مش عايز يساعد القرويين لانهم ما يستاهلوش. وهنا امه بتقول له
أنا عارفة إنك متضايق لأن القرويين بيتنمروا عليك وفي نفس الوقت بيخافوا يقربوا منك، علشان كده أنت بتكرههم. وهنا نيزها بيستعيد ذكريات طفولته، وتحديدا اليوم اللي هرب فيه من القصر وراح للقرية. ويومها بنت صغيرة عرضت عليه إنه يلعب معاها، لكن أمها بعدتها عنه، والولاد ضربوه واتهموه إنه وحش. وبنرجع تاني لين اللي بتطلب من ابنها إنه يتدرب على قتل الوحوش، فبيرفض لأنه شايف إن الناس ما يستحقوش إن هو يساعدهم لأنهم بيكرهوه. وهنا أبوه بيقول له إن الناس بيخافوا منه لأنه حامل لقوة لؤلؤة الروح، وعلشان كده الناس شايفين إنه مختلف عنه بسبب قوته الرهيبة، وإنهم هيحترموه لما يدافع عنهم ويستخدم قوته في قتل الوحوش. فبيدرك كلام أبوه، وبتمر سنتين وفي خلالهم تاي بيدرب نيزاها جوه عالم موازي على محاربة الأشرار والوحوش. لكن نيزاها بيكون متهور جدا في القتال لدرجة إنه علشان يقتل الوحوش بيقتل معاهم القرويين. هو بيدمر القرية بدون أي تفكير، وساعتها ليه بيقول لتاي إن ابنه متهور وما بيفكرش قبل ما يتصرف، وعلشان كده لازم يعاقبه وياخد منه رمح النار. فمن غير تفكير نيزاها بيرمي لتاي رمح النار، وعن طريق فرشة الطبيعة بيرسم لنفسه طريق وبيخرج من اللوحة. وعلى الجهة التانية وحش مائي بيخرج من البحر وبيدخل للقرية علشان ياكل كلب، فنيزاها بيشوفه وبيطارده. وفي أثناء المطاردة بيستخدم سحر النار وبيدمر بيوت القرويين. وفي الوقت ده بنشوف بنت صغيرة وهي بتلعب مع أخوها في الغابة. عامة الوحش اللي بيكون واخد شكل بقعة مية كبيرة بيجري علشان يهرب من نيزاها، وفي طريقه للبحر بيخطف البنت. ولأن أخوها ما بيشوفش قدامه إلا نيزاها بيجري على القرية وبيصرخ وبيقول إن نيزاها خطف أخته. المهم يا صديقي إن الوحش بيجري ناحية البحر لكنه بيتفاجئ إنه اتجمد. وهنا بيظهر أوبنج اللي بعد ما جمد البحيرة بياخد البنت الصغيرة من الوحش. فنيزاها بيتخانق معاه وبيقول له أنا اللي هنقذ البنت دي، امشي من هنا. وبيهاجمه وبيضربه بعنف، لكن أوبنج بيدافع عن نفسه، وهما الاتنين بينزلوا طحن في بعض لحد ما نيزاها بيكشف وشه. ولما بيشوف قرونه بيعرف إنه تنين. وفي الوقت ده الوحش بيخرج من بقه فقاعات، ولما نيزاها بيلمس واحدة منهم إيده بتتحول لحجر. وفي الأثناء دي الوحش بيبلع البنت، فأوبنج بيروح له وبيضربه في بطنه بلكمات متتالية لحد ما البنت بتطلع من بقه، فأوبنج بيشيلها. وهنا البنت بتبتدي تتحول لحجر، وبما إن أوبنج شايلها هو كمان جسمه كله بيتحول لحجر إلا عينه اليمين وجزء من وشه. والوحش بيقول له إنه لعابه مسحور بيحول أي حد بيلمسه لحجر، وبيروح رافع صخرة وبيقرب على أوبنج. وهنا نيزاه بيتدخل وبيضرب الصخرة فبتتفتت، وبعدها بيمسك أوبنج وبيطوحه في الجو وبيضرب بيه الوحش أكتر من مرة لحد ما الوحش بيستسلم وبيقول له ارحمني وأنا هديك الترياق، ومش لازم أقول لكم إيه هو الترياق. المهم إن نيزاه بيشرب الترياق فإيده بترجع لطبيعتها، وبعدها بيدهن جسم أوبنج والبنت بالترياق فهم كمان بيرجعوا لطبيعتهم. وعامة كلهم بيطلعوا على شط البحر، وأوبنج بيعفي عن الوحش لأنه اداهم الترياق فبيشكره وبيرجع للبحر. وأوبنج بيشكر نيزاها لأنه أنقذ حياته، وبيفضلوا يلعبوا مع بعض بكرة الريشة. وفجأة نيزاها بيعيط، ولما أوبنج بيقول له مالك بيعرفوا إنه اتأثر لأن دي أول مرة حد يلعب معاه غير أمه. فأوبنج بيقول له من النهاردة إحنا صحاب، وبيديله صدفة وبيقول له في أي وقت عايز تشوفني تعال على شط البحر وانفخ في الصدفة دي هتلاقيني قدامك. في الأثناء دي بيلاقوا أخو البنت جاي بيجري مع القرويين، فأوبنج بيختفي، والولد بيقول للقرويين إن نيزاها هو اللي خطف أخته. لكن البنت بتقول لهم إن نيزاها أنقذها من الوحش، وبالرغم من كده ما بيصدقوش البنت. والولد بينادي على نيزاها باسم الوحش، فما بيقدرش يسيطر على غضبه وهو بيهاجم الولد، فأمه بتضرب نيزاها. وفي اللحظة دي نيزاها ما بيقدرش يسيطر على غضبه وهو بيضربها، فالقرويين بيهاجموه. وهنا يا صديقي نيزاها بيتغلب عليهم بقوته الجبارة، وقبل ما يقتل حد فيهم المعلم تاي بيظهر وبيمنعه. وفي نفس اللحظة الحاكم ليه ومراته بيوصلوا، فالحكيم بيقول للحاكم ابنك حرق القرية وخطف بنت وكان هيموتها، لازم تتحكم فيه وتنصفنا وتحكم بسجنه. وهنا نيزاه بيحاول يهاجم الحكيم، فالمعلم تاي بيكتفه وبيشل حركته. وفي اللحظة دي الحاكم بيشوف على ايد ابنه أثر ترياق الوحش، فبيعرف انه كان بيحاول يحمي القرويين مش يأذيهم زي ما هما بيقولوا. وعلى الجهة التانية
أوبنج بيرجع لأبوه في مملكة سجن التنين، وهناك أوبنج بيعرف المعلم شين إنه قابل شخص على شط البحر، وإن الشخص ده اسمه نيزاها، وإنهم بقيوا صحاب. فشين بيقول له الدنيا دي صغيرة لدرجة إنك قابلت لؤلؤة الوحش، إحنا مستنيين اللحظة دي من 3 سنين، لازم نخلي نيزاها يهاجم قريته ويدمرها. في الوقت ده أنت تظهر وتقتل الحاكم ومراته وتاي وتنقذ القرويين، وده لأن مفيش حد هيقدر يكشف إنك تنين غير الحاكم ومراته تاي. المهم إنك بعد ما تنقذ القرية الحكيم الأكبر هيكافئك وهتترقى لمملكة العالم العلوي، ومكافئتك هتكون رتبة الحياة، وساعتها هتقدر تحرر باباك من حراسة سجن التنانين. فبيبان على أوبنج التردد وبيقول له مفيش طريقة تانية غير إني أقتل الحاكم ومراته. وهنا أبوه بيقول له زمان من آلاف السنين التنانين كانوا بيحكموا كل الكائنات البحرية، وبأمر من الحكيم الأكبر أخضعنا كل الوحوش البحرية اللي عايشين في المحيط، ومن يومها بقيت ملك التنانين، وتحت بركان النار اللي احنا عايشين فوقه سجن لكل الوحوش البحرية اللي أخضعناها للمحاكمة. والصحيح المكان هنا اسمه قصر التنين، لكن في الحقيقة هو سجن أنا عايش فيه من آلاف السنين، ولؤلؤة الروح هي أمل عشيرتنا الوحيد في إننا نتحرر من السجن ده. وهنا شين بيقول لأوبنج ولأن الحكيم الأكبر ما بيثقش في التنانين لأنه بيعتبرهم من الوحوش، بعد انتصارك على لؤلؤة الوحش هقدر أشيل القرون اللي في راسك، وساعتها هنخفي هويتك وهتقدر ترتقي في المملكة العلوية لرتبة قائد، وساعتها هتحرر عشيرتك كلها. وهنا أبوه بيقول له أنت أملنا الوحيد، فبيوعده إنه هيكون عند حسن ظنه. وعلى الجهة التانية ين ولي بيروحوا لنزاهة في أوضته وبيعرفوه إن القرويين اتأكدوا إنه كان بينقذهم من الوحش، وعلشان كده كلهم هيجوا بكرة للقصر علشان يهنوه بعيد ميلاده. ولما بيسيبوه بيكتب دعوة حضور حفل عيد ميلاده وبيروح على شط البحر، وهناك بينفخ في الصدفة فأوبنج بيظهر له فبيديله الدعوة وبيقول له أنت صاحبي الوحيد وأنا عايزك تحضر عيد ميلادي. وبيسيبه وبيرجع للقصر، وتاني يوم التنين الأب بيخلع أقوى حرشفة من جسمه، وساعتها باقي عيلة التنانين بيعملوا زيه، ومن الحراشف دي بيصنعوا درع حماية بيحوطوا بيه جسم أوبنج. وأبوه بيقول له إن درع التنين ده مستحيل أي سلاح يقدر يخترقه. وعلى الناحية التانية القرويين كلهم بيكونوا متجمعين في قصر الحاكم ليه علشان يحتفلوا بعيد ميلاد نيزاها، وبيكون من الواضح إنهم مغصوبين على حضور الاحتفال. في الأثناء دي شين بيروح لأوضة نيزاها وبيعرفوا إن أبوه وأمه كدبوا عليه، وإن لؤلؤة الوحش مش لؤلؤة الروح، وإنه هيموت النهاردة بلعنة البرق المدمر. وفي العموم لما نيزاها بيطلع من أوضته بيكون باين عليه إنه متضايق جدا. المهم إن المعلم تاي بيديله رمح النار والوشاح الأحمر كهدية، وبيقدم له عجلات نار هدية، وبيقول له تقدر تروح بيها لأي مكان. أما باباه فبيقدم له تعويذة حماية وبيقول له إنها هتحميه طول عمره. وهنا نزاهة بيتعصب على أبوه وبيقول له كفاية كدب، أنا عرفت كل حاجة، أنا هموت النهاردة بصاعقة البرق المدمر، وأنت طول الوقت كنت حابسني في القصر علشان تحمي القرويين دول وتحافظ على مكانتك بينهم. وفجأة نزاهة بيلقي على نفسه تعويذة التحرير من سوار خواكن، وطبعا اللي علمه التعويذة دي هو شين لما زاره في أوضته. المهم إن قوة وحش النار اللي جواه بتتحرر، والضوء اللي كان في رقبته بيقع على الأرض، فشين بياخده ونزاهة بيتحول لوحش ناري وبيبتدي يدمر في القصر. ولما أبوه وأمه بيحاولوا يمنعوه بيضربهم بمنتهى القوة لدرجة إنه بيحاول يقتل أبوه بالسهم الناري. وهنا تاي بيقول للحرس دوروا بسرعة على طوق خواكن، من غيره مش هنقدر نسيطر على وحش النار ونرجع نزاهة لشكله الطبيعي. فبيتفرقوا وبيدوروا عليه. في الوقت ده شين بيكون مع أوبنج قريب من القصر وبيبقوا شايفين كل اللي بيحصل، وشين بيوري الأوبنج طوق خواكن اللي معاه، وهو بيقول لأوبنج من غير الطوق ده نزاهة هيفضل وحش نار وهيدمر القرية وهيقتل القرويين، وهنا يجي دورك لازم تتدخل وتحمي القرويين علشان تاخد جايزتك من الحكيم الأكبر. فأوبنج بيقول له لكن أبو نيزاها وأمه والمعلم ما ارتكبوش أي ذنب علشان يموتوا، ونيزاها نفسه لو ما كنتش علمته ازاي يتخلص من طوق واكن ما كانش اتحول لوحش نار. فبيقول له إن نيزاها نهايته اتحددت من زمان وهيموت النهارده باللعنة القديمة، ولو أبوه وأمه والمعلم ما ماتوش هيعرفوا الحكيم الأكبر إنك تنين اللي حصل، ووقتها الحكيم الأكبر مش هيصدق إنك أنقذت القرية من غير ما يكون ليك يد في تحرير نزاهة من طوق خواكن. وبيقول له إنه طول عمره كان تلميذ مطيع للحكيم الأكبر،
وطول الوقت بينفذ كل تعليماته وملتزم في التدريبات. ولكن بسبب إن أصله فهد مش بشري زي تاي، اختار تاي إنه يكون من ضمن ال 12 معلم، وهو النهارده هيخلص على تاي علشان ياخد مكانه. وبيفكر أوبنج إن هو الأمل الأخير لعشيرة التنانين علشان يتحرروا من سجنهم. وفي اللحظة دي أوبنج بيروح ينقذ الحاكم ليه، وساعتها نيزاها بيهاجمه، وهما الاتنين بينزلوا طحن في بعض لحد ما أوبنج بيدي لتاي طوق خواكن. وساعتها تاي بيرمي الطوق في اتجاه نيزاها فبيشل حركته وبيسيطر على قوة الوحش، ونيزاها بيرجع مرة تانية لطبيعته. في الأثناء دي ليه بيشيل الرداء اللي أوبنج لابسه، وساعتها بيشوف القرون اللي على راسه فبيعرف إنه تنين. وهنا كل الموجودين بيشوفوا وشم لؤلؤة الروح على جبهة أوبنج، ووقتها ليه وتاي بيعرفوا إن التنانين هما اللي سرقوا لؤلؤة الروح. وهنا أوبنج بيطير وبيبعد عنهم. وفي الأثناء دي تاي بيقول له أنا مش هسكت وهبلغ الحكيم الأكبر إن عشيرة التنانين هما اللي سرقوا لؤلؤة الروح. وفي اللحظة دي أوبنج بيتسمر مكانه، وشين بيقول له لو كنت سمعت كلامي كانوا 3 بس اللي هيموتوا، لكن دلوقتي لازم تقضي على القرويين كلهم قبل ما ينتشر خبر سرقة التنانين للؤلؤة الروح. وساعتها الحكيم الأكبر هيقتل كل عشيرة التنانين، وانت اللي هتكون السبب في دمار عشيرتك. وهنا شين بيعترف لتاي ان هو اللي سرق لؤلؤة الروح وسلمها لملك التنانين، وان اوبنج يبقى تلميذه. المهم ان شين بيعرف اوبنج انه لازم دلوقتي يدمر القرية ويقتل كل اللي عايشين فيها. عموما اوبنج بيفتكر وصية ابوه ليه، فمن غير اي تفكير بيبتدي يستخدم قواه السحرية وبيعمل دوامات بحرية بيحوط بيها القرية، وبعدها بيجمدها بقوة تجميد وبيرفعها فوق القرية لحد ما بيتكون قرص تلج كبير بيغطي السما فوق القرية. في الأثناء دي بيكون نزاع في الغابة والعجلات النارية بتتحول لكائن، وبيظهر له ذكرى قديمة لأبوه لما طلع للعالم العلوي مع تاي علشان يطلب من الحكيم الأكبر إنه يرفع اللعنة القديمة عن ابنه. ويومها تشانج قال لي إن في طريقة ممكن يرفع بيها اللعنة عن ابنه بتعويذة تحويل اللعنة، وبيدي ليه تعويذتين وبيقول له إنه لو لقي قريب ليه من دمه يوافق إنه يضحي بروحه بدل الولد ويتبادل معاه اللعنة، ساعتها هيقدر ينقذ ابنه من الموت. فمن غير أي تفكير ليه بيقول له أنا اللي هضحي بروحي علشان أفدي ابني. فبيديله نسختين من التعويذة وبيقول له ادي واحدة لابنك وواحدة للي هيضحي بنفسه بداله، ويوم تنفيذ اللعنة هغير اتجاهها ناحية الشخص اللي هيضحي بنفسه. وهنا بنرجع تاني لنزاهة اللي بيكون متأثر جدا بعد ما عرف إن أبوه قرر يضحي بحياته علشانه. وعلى الجهة التانية لي وين بيهاجموا أوبنج، لكن بسبب درع التنين اللي محاوطه ما بيقدروش يتغلبوا عليه، فبيصوبوا رماحهم ناحية راسه فأوبنج بيجمدهم هما الاتنين. وفي اللحظة دي نزاهة بيوصل وبيحرر أبوه وأمه، ولما بيشوف شين بيقول له أنت إيه اللي جابك هنا؟ فبيقول له إن هو اللي سرق لؤلؤة الروح ودمجها في جسم أوبنج اللي عاوز دلوقتي يدفن القرية كلها، وهنا قطع من التلج بتقع على القرويين. وفي العموم نيزاها بيهاجم أوبنج بالرمح الناري، فأوبنج بيتصدى الهجوم بقوة تلج، والاتنين بيدخلوا مع بعض في معركة طاحنة. وفي وسط العركة اللي دايرة شين بيحاول يقتل أوبنج برمحه السحري، لكن الرمح ما بيقدرش يخترق درع التنين. وهنا بقى بنكتشف إن شين ما هو إلا نيزاها، لكنه متخفف شخصية شين بتعويذة التحويل. وعلى الجهة التانية شين وتاي بيكونوا نازلين ضرب في بعض، ولما أوبنج بيهاجم لي وين نيزاها بيفاديهم وبياخد هو الضربة بدالهم فبيفقد الوعي. وفي الأثناء دي أوبنج بيتحول لشكل التنين وبيطير وبيكسر التلج اللي مغطي السما فوق القرية. وساعتها نيزاها بيفوق وبيتحرر من طوق خواكن وبيتحول لوحش النار وبيطير ناحية قرص التلج وبيبعدوا عن القرية. لكن التنين أوبنج بيضغط على التلج وهو بيقول لنيزاها نهايتك اتكتبت قبل ما تتولد ومش هتقدر تغيرها. فنيزاها بيقول له أنا اللي بختار طريقي بإيديا مش أي حد تاني. وهنا قوة نيزاها بتتضاعف وبيتغلب على أوبنج وبيشل حركته وبيكون في إيده إنه يقتله، لكنه ما بيعملش كده. وهنا صديق التلج بيتحول لمطر، ولما أوبنج بيسأل نيزاها ليه ما خلصتش عليا فبيقول له لأنك صديقي الوحيد. وبعدها بيروح لأبوه وأمه وبيشل حركتهم وبيطلع التعويذة اللي أبوه اداهاله وبيقطعها وبيقول له أنا هقبل مصيري ومش هكون عبء على حد. وفي اللحظة دي البرق المدمر بيبتدي يتكون، ونيزاها بيشكر أبوه وأمه وبيودعهم، وجسمه بيبتدي يترفع ناحية السماء، والبرق المدمر بيحوطه من كل مكان.
فبيتفاجئ بإن أوبنج بيحميه بدرع التنين. وقتها هما الاتنين بيمسكوا إيدين بعض، فقواهم بتتحد، ولأن لؤلؤة الفوضى من قواها امتصاص الطاقة، فبيقدروا يمتصوا جزء من طاقة البرق. وقبل ما الجزء الباقي من الطاقة يدمرهم، تاي بيتدخل وبيرمي ناحيتهم زهرة اللوتس المقدسة، فبتحتويهم هما الاتنين. والصبح لي وين بيدوروا على زهرة اللوتس المقدسة بين الأنقاض لحد ما ين بتقدر تلاقيها. ولما الزهرة بتتفتح، بيكتشفوا إن أجساد نيزها وأوبنج اتفتتت، لكن أرواحهم لسه موجودة. أما القرويين فبينحنوا لنيزاها وبيشكروه لأنه أنقذهم. وعلى الجهة التانية، أخت الملك التنين بتظهر وبتطلب من أخوها طلب هيكون السبب في تدمير مملكة الحاكم ين وابنه نيزاها. إيه اللي هيحصل؟ ده اللي هنعرفه في الجزء التاني. وبس كده، أشوفكم في فيديو جديد، ويلا، سلام.